في أحد أحياء المدينة المهملة ولد أدهم، طفل لا يذكر أحد أنه بكى كثيرا أو ضحك طويلا. كان صامتا معظم الوقت، يراقب بعينين جامدتين كأنما يرى العالم من بعيد دون رغبة في الاقتراب. نشأ أدهم في بيت تعمه الفوضى، أب غائب وأم غارقة في الصراخ والمقارنة والضرب. لم يتلقى حضنا حين بكى ولا اعتذارا حين أهين. تعلم أن الحياة مكان قاس لا يرحم الضعفاء. وفي المدرسة كان عدوانيا، يضرب من ينظر إليه نظرة لم تعجبه، يكسر أقلام غير بلا سبب، يسرق دون ندم. كان المعلمون يكتبون في تقارير: عديم الضمير لا يشعر بالذنب، لا يتعلم من الخطأ. لكنه لم يهتم، بل كان يستمتع حين يخافه الآخرون. وحين سأله أحدهم في الصف الخامس: ليه بتعمل كده؟ رد أدهم: عشان أقدر محدش له عندي حاجة. وكبر أدهم وكبرت معه مشاعره الميتة. بدأ يتورط في الشجارات، ثم السرقات، ثم التهديد، ثم الكذب والخداع. لم يكن يشعر بالذنب حتى عندما كسر قلب أمه حين سرق مالها. نظر إليها وقال ببرود: انت عمرك اهتمتي بيا؟ دلوقتي افتكرتي؟ الناس وصفوه بالشيطان والشر والولد اللي مفيهوش خير، لكنه في أعماقه لم يكن يشعر بأي شيء. لا حب، لا ندم، لا تعلق، فقط فراغ. وفي سن 19 دخل أدهم السجن لأول مرة بتهمة الاعتداء وسرق بالإكراه. لم يتأثر، بل شعر أنه في مكان يشبهه. كان يخيف زملائه ويتحكم في من حوله، يبتسم حين ينهار أحدهم وكأن قلبه قطعة من حجر. لكنه ذات ليل حين انفرد بنفسه في الزنزانة سمع شابا يبكي في الزنزانة المجاورة. لم يعرف لماذا، لكن ذلك الصوت أعاده إلى طفولته، إلى ليلته الأولى وهو وحيد في سريره بعد أن صرخت أمه فيه وتركته دون عشاء. شعر بشيء يتحرك داخله، لكنه سرعان ما دفنه. وفي السجن أجبر على حضور جلسات تأهيل نفسي. لم يكن مهتما، يجلس صامتا يسخر من كلام الأخصائي. لكن شابة اسمها الدكتورة مريم كانت مختلفة، لم تحكم عليه، لم تخف منه، بل قالت له مرة: أدهم، أنا مش جاية أغيرك، أنا جاية